يا مساء الفل. ركب معايا النهارده عميلة من الصين اسمها يونج، هي اسمها كده يونج. المهم طالبة مشوار من عند المتحف المصري الجديد اللي شارع ابو الهول السياحي. انا ساكن جنب المتحف وكان عندي شغل هناك فقريب منها وحافظ المنطقة فرحت لها. هي واقفة فين؟ واقفة تحت الكوبري الجديد اللي مبني على طريق الفيوم. تمام. رحت للست، لقيت عربية بي واي دي نفس لون عربيتي. انا عربيتي مش بي واي دي بس نفس اللون. واقف الكابتن مصمم يركب الست معاه وضائر بقى، تمشي خطوتين يمشي وراها، تمشي خطوة يمشي وراها، عمال يطلع لها التليفون يوريها ابلكيشن. المهم انا يعني بلف الملف واخد بالي وشايفه، يعني قاطع عليه شايفه يعني. وانا عارف الاجانب ناس محترمة. يعني الاجنبي لو انت بعيد عنه بقد ايه هيستناك نادبا ما يلغي رحلة وهيركب في العربية اللي طالبها. المهم ببص لقيت تاكسي كمان اما حضن يمين بيحاول يركب الست الصينية ديت ما رضيتش تركب. خدت اليمين بتاعي الجميل واديت الانتظار. كلكست ما خدتش بالها، قمت راجع سنة لورا كلكست تاني. شافت العربية قامت راكبة العربية. أول ما ركبت العربية قبل ما أدور وات هابند ار يو فاين. أنا طبعا كلامي في الإنجليزي مش قد كده، بس في يعني بتكلم شوية كلمات كده بسيطة. فلقيت الست قامت مطلعة لي جوجل ترانسليت وكاتبالي بالصيني للمصري ان السائق كان يريد سرقة اموالي. فزعلت، يعني زعلت. اولا اللهبل العبيط كان ممكن يودي نفسه في داهية. الست فاكرة ان هو عايز يسرق فلوسها وهو عايز ياخد مشوار. انت هتاخد، مش انت مش هتاخد الا رزقك. انت فاكر نفسك عايش فين؟ هتركب اجانب معاك كده بالحب. قعدت انا بقى استخدم جوجل ترانسليت بقى زي ما هي استخدمت جوجل ترانسليت. وبعت لها بقى الشعب المصري بيعتذر لك واحنا مش كده، واحنا بنعتذر لك واحنا اسفين. وهي تقول لي شو يعني ثانك يو شكرا. انا ابعت لها كلمه هي تبعت لي بالترجمه. استخدمت بقى جوجل ترانسليت وهي تستخدم جوجل ترانسليت. وقلت لها يا رب تستمتعي برحلتك في مصر وبالمتحف. سالت لي طب انا عايز اكل اكل مصري، قلت لها كشري. وصفت لها مطاعم الكشري. ورحله الست يعني الست فكت الحمد لله ووصلتها بالسلامه. وكم موقف غريب. يعني انت يا كابتن يا محترم خد رزقك، خد العملاء